فاكر لما حكينا قصة بلوقيا واللي عرفنا فيها انه وصل لأرض ما بيوصلهاش بني آدم هناك ورا حدود العالم، حيث تنتهي الجغرافيا اللي احنا نعرفها. تخيل لما بلوقيا يتخطى جبل قاف العظيم ويلاقي نفسه قدام مشهد يخلي الركب تخبط في بعضها من الرهبة والغموض. شاب في قمة وسامته قاعد وحيد في مكان مقطوع وبين ايديه قبرين، بس مش أي قبرين، دول لغز بيحكي قصة هلاك أمة كاملة. إيه اللي يخلي ابن ملوك متربي في القصور وعلى الحرير يسيب العز ده كله ويسكن جنب نار بتطلع من باطن الأرض؟ والسؤال المرعب، مين هما الاتنين اللي مدفونين هنا؟ وليه واحد فيهم بيطلع من قبره جحيم والتاني ريحته بتخنق الأنفاس؟ احنا النهاردة هنكشف الستار عن قصة ابن الملك اللي شاف الحقيقة عريانة قدامه وعرف ان التيجان ممكن تكون جمر في الآخرة. ازاي مفتي منافق قدر يضيع ملك عظيم، وازاي شاب واحد قرر يكسر الدايرة دي ويغسل ذنوب غيره بدموع بتنزل ورا جبل قاف. استعد يا كينج عشان احنا داخلين في اعماق الغموض، حيث الحساب بيتحول لواقع والندم بيبقى هو الصديق الوحيد في الضلمة. يلا بينا نعرف لغز قصة الشاب والقبور، الحكاية اللي هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تظلم أو تسمع لفتوى بتشرعن الباطل. فمين هو الشاب ده؟ وإيه اللي شافه خلاه يهرب من الدنيا دي كلها؟ يلا اضغط لايك وما تنساش تفعل الجرس. أنا محمد سعد الله، ويلا بينا على الموسيون قصة. في أرض بعيدة جدا كانت في مملكة عظيمة أسوارها بتناطح السحاب وجدران قصورها متغطية بالذهب الخالص اللي يخطف العين. المملكة دي كان بيحكمها ملك جبار، هو والد الشاب اللي شافه بلوقيا. كان الملك ده شايف نفسه إنه إله في الأرض ما بيغلطش. الملك ده كان ما بيعرفش حتى معنى الرحمة، والعرش اللي قاعد عليه ما كانش ثابت بخشب، ده كان ثابت بجماجم المعارضين والفقراء. وكان ابنه الشاب عايش في وسط العز ده كله، بياكل في أطباق من ذهب وبيلبس حرير ملمسه أنعم من المية، بس قلبه كان مقبوض. كان بيشوف أبوه الملك وهو بيأمر بهدم بيوت ناس عشان يوسع الجنينة بتاعته، ويشوف السجون وهي مليانة بناس ذنبهم الوحيد إنهم قالوا لأ. المملكة كانت عبارة عن مسلخ كبير، والملك كان هو الجزار اللي ما بيشبعش من القوة ولا من جمع المال الحرام. الشاب كان بيقف في الفراندا بتاعته بيبص على الشعب وهو بيموت من الجوع تحت الأسوار، وبيبص على أبوه وهو بيعمل حفلات باذخة. فحاول أكتر من مرة إنه يكلم أبوه ويقول له: يا والدي، الظلم ظلمات، والناس دي لحم ودم، والملك مش بيدوم لحد. لكن الملك كان بيضحك بسخرية ويقول له: يا ابني، الملك بيحتاج قلب من حجر وإيد من حديد، والضعفاء دول مجرد وقود لعظمتنا. الشاب كان بيشوف الظلم عيانا بيانا، وكان بيشوف ازاي ابوه بيستولي على اموال اليتامى والارامل عشان يبني حصون جديدة. الرعب ما كانش بس من قسوة الملك، الرعب كان من الاستحقاق اللي الملك حاسس بيه، وكأن الارض ومن عليها ملكه هو وبس. كل مسمار بيدق في القصر كان وراه صرخة مظلوم، وكل حتة ذهب بتتحط على الحيطة كانت وراها دمعة قهر من إنسان غلبان. الشاب كان بيحس إن القصر ده مش مكان للراحة، ده كان قفص ذهبي بيخنق أنفاسه. وكان بيحس إن ريحة الدم مالية الممرات. كان في حرس في كل مكان، وظيفتهم مش حماية المملكة، لكن وظيفتهم تكميم الأفواه ومنع أي حد يرفع عينه في وش الملك. الملك كان بيعتقد إن قوته وجيشه هيحموه من أي حاجة، وما كانش عامل حساب إن في ملك الملوك فوق الكل بيراقب. الشاب كان بيشوف والده وهو بيفرض ضرائب تقطم الظهر، واللي ما بيعرفش يدفع كان مصيره القبور.
زي اللي الشاب قاعد عندها دلوقتي. كانت المملكة بتعيش في حالة من الرعب المكتوم، والناس بتمشي في الشوارع باصة في الأرض وهي خايفة من خيالها. الظلم ده ما كانش بيتم بعشوائية، ده كان سيستم مدروس، منظومة كاملة. والملك كان بيفتخر بذكائه في إخضاع الرقاب. فالشاب كان بيعتزل حفلات أبوه ويقعد في ركن بعيد يفكر: امتى الكابوس ده هيخلص؟ وازاي هيقابل ربنا وأنا ابن الملك الظالم ده؟ لكن المصيبة الأكبر ما كانتش في الملك لوحده، المصيبة كانت في الدرع اللي الملك كان بيتحامى فيه قدام الناس. كان في شخصية تانية هي العقل المدبر لكل ده، الشخصية اللي كانت بتمضي للملك على بياض وتسمي الظلم عدل. الشخصية دي هي اللي خلت الشاب يفقد الأمل في إن أبوه يتغير، وهي اللي خلت الغلط يبان وكأنه واجب مقدس. الشخصية دي هي المفتي المنافق اللي كان قاعد جنب الملك ليل نهار. هو اللي كان بيفصل الغطاء الشرعي لكل جريمة بيعملها الملك. الشاب كان بيشوف ازاي المفتي ده بيقلب الآيات ويحرف الكلم عن مواضعه عشان يرضي غرور والده ويملأ جيوبه بالسحت. الجو في المملكة كان خانق، وكأن العاصفة بتقرب، والشاب كان حاسس ان الأرض هتبلعهم باللي فيها في أي لحظة. وكان بيشوف الظلم وهو بيتحول لقانون، والسرقة وهي بتتحول لحق ملكي، والقتل وهو بيبقى تطهير للمملكة. كل ده كان بيتحفر في ذاكرة الشاب وبيزرع جواه بذور الهروب الكبير اللي هيعمله بعد كده وراء جبل قاف في آخر الدنيا. العرش اللي كان بيلمع كان في الحقيقة بيغرق في مستنقع من القذارة المعنوية اللي ما فيش مية في الدنيا تغسلها. الشاب كان هو الشاهد الوحيد من جوه الدايرة دي، الشاهد اللي قلبه لسه أبيض في وسط سواد ملوش آخر. والنهاية ما كانتش بعيدة، لأن الظلم مهما طال لازم بيجي اليوم اللي تنكشف فيه الحقيقة ويقع فيه الستار. في الركن اليمين من عرش الملك كان في كرسي مخصص لراجل بدقن طويلة ولبس فخم وعيون ما بيظهرش فيها غير الطمع والمكر. ده مفتي السلطان، الراجل اللي كان الملك ما بيعملش مذبحة إلا لما يروح ياخد منه الختم والغطاء الشرعي عشان ينام وهو مستريح. الشاب كان بيراقب المفتي ده وهو بيقعد مع أبوه ويشوف إزاي الكلام بيتحول في بقه لسم متغطي بعسل التبريرات. لو الملك حب يقتل معارض، المفتي يطلع له فتوى إن الخروج عن الحاكم مفسدة ويحلل دمه وكأنه بيعمل عمل خيري. ولو الملك طمع في أرض أرملة، المفتي يدور في الكتب القديمة ويطلع له نص محرف بيقول إن أرض الرعية هي ملك لولي الأمر. الشاب كان بيسمع المفتي وهو بيخطب في الناس في الجامع الكبير ويمدح في عدل الملك وكرمه، والناس بتموت من الجوع بره. كان المفتي ده هو المهندس اللي بيبني لأبوه الملك سجن من الأوهام ويحسسه إنه ظل الله في الأرض والعياذ بالله، وأن أفعاله مقدسة. الشاب دخل مرة على أبوه والمفتي وهما بيخططوا لفرض ضريبة جديدة تنهب اللي باقي من قوت الفقراء والمساكين. المفتي بص للشاب بابتسامة صفرة كده وقال له: يا ابني، احنا بنعمل كده عشان مصلحة الدولة، والشرع بيقول إن طاعة ولي الأمر واجبة. الشاب رد عليه بحرقة: أي شرع يبيح إن اليتيم ينام جعان عشان قصر الملك يزيد دور؟ وأي دين يحلل دمي لو قلت الحق؟ المفتي ضحك ببرود ورد: أنت لسه صغير يا أيها الأمير، ما تعرفش إن الحفاظ على هيبة العرش أهم من بطون الرعية الجعانة. من اللحظة دي الشاب عرف إن المفتي ده هو الخطر الحقيقي، لأنه بيقتل ضمير الملك بدل ما يصحيه، وبيخون الأمانة اللي المفروض يكون شايلها. المفتي كان بياخد رشاوي من التجار الظلمة، وكان بيبني لنفسه قصور سرية بفلوس الفتاوى اللي كان بيفصلها على المقاس. كانت علاقة الملك بالمفتي علاقة تبادل منافع، الملك يديله المال والجاه والمفتي يديله الجنة المضمونة بفتوى كذابة.
الشاب كان بيشوف المفتي وهو بيلبس أفخم أنواع الحرير وبيأكل أشهى المأكولات في الوقت اللي بيخطب فيه عن الزهد والصبر. التناقض ده كان بيحرق قلب الشاب، وكان بيحس إن المفتي ده بيحفر حفرة لأبوه الملك، والملك بيمشي فيها وهو مغمض. الشاب حاول يحذر أبوه، قال له: يا والدي، الراجل ده بيغرقك، ده بيبني لك قصر في الدنيا وبيهدم لك قصرك في الآخرة اللي هي الحياة الحقيقية الأبدية. لكن الملك كان مسحور بكلام المفتي المعسول، وكان بيشوف إن ابنه مجرد شاب عاطفي ما بيفهمش حاجة في السياسة والحكم. المفتي بدأ يحس إن الشاب بيمثل خطر على مكانته، فبدأ يوسوس للملك إن ابنه ضعيف ولا يصلح لوراثة العرش. كان المفتي بيستخدم النصوص زي ما الساحر ما بيستخدم العصاية، يقلب الحق باطل في ثانية ويقلب الباطل حق ويخلي الظلم يبان كأنه جهاد. المملكة كانت عارفة إن المفتي هو لسان الملك اللي بيكذب، وهو العقل اللي بيخطط لكل مصيبة بتحصل. الشاب كان بيشوف إزاي المفتي بيزور في الحقائق عشان يرضي غرور والده ويقول له إن الشعب بيحبك وبيدعي لك، وهم في الحقيقة كانوا بيدعوا عليه ليل ونهار، وعلى المفتي في كل سجدة بيسجدوها، وكانوا بيشوفوا إن المفتي هو إبليس في صورة إنسان. فالشاب اعتزل مجالسهم تماما وبدأ يقضي وقته في قراءة الكتب الحقيقية، وعرف إن اللي بيعمله المفتي ده هو أعظم خيانة للدين. كان المفتي بيوهم الملك إن موته هيكون نهاية رجل عظيم، وإن التاريخ هيذكره كبطل مش كطاغية، لكن الحقيقة كانت بتستخبى ورا الأبواب المقفولة، حيث كان المفتي والملك بيضحكوا على سذاجة الناس وضياعهم. الشاب كان بيحس إن الهوى في القصر بقى تقيل وريحة النفاق بقت تخنق، وكان بيستنى لحظة الانفجار. وفعلا القدر ما كانش ناوي يسيب المسرحية دي تكمل لآخرها، وبدأت تظهر بوادر النهاية اللي محدش عمل حسابها. المفتي اللي كان فاكر إنه أذكى من الجميع نسى إن في عدل إلهي ما بيسقطش بالتقادم ولا بيتغير بفتوى. والملك اللي كان فاكر إنه مخلد بدأ يحس إن ملك الموت بيحوم حوالين القصر، وإن العز ده كله هيتحول لتراب. القصة كانت بتتحول من مأساة إنسانية لدرس كوني في عاقبة الظلم والنفاق، والستار خلاص هيقع. الدنيا كانت هادية زيادة عن اللزوم، والسما كان لونها غريب، كأن في نذير شؤم بيحوم فوق المملكة اللي غرقانة في الظلم. وفجأة الصرخة دوت في القصر كله. الملك الجبار اللي كان فاكر إنه خالد مخلد وقع من طوله على عرشه وهو ماسك كاسه في نفس اللحظة، وفي بيته الفخم اللي بناه بفلوس السحت. والمفتي المنافق كان بيلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيحاول ينطق كلمة نجاة. الشاب دخل على أبوه وشاف المنظر اللي ما يتنسيش. الملك اللي كان بيهز الأرض بقى جثة هامدة، وشه مسود وكأنه شاف شيطان. راح جرى على بيت المفتي، لقى المنظر ألعن. الراجل اللي كان بيفصل الفتاوى كان بيصارع الموت ولسانه مربوط، وكأن في إيد بتخنقه، إيد خفية بتخنقه. ماتوا الاتنين في يوم واحد، وكأن ربنا حب يوري الناس إن الظالم والمنافق مصيرهم واحد وخطوتهم واحدة للقبر. الشاب كان هو المسؤول عن غسل أبوه ودفنه، وهنا بدأت الصدمة اللي غيرت كيانه وخلته يكره الدنيا باللي فيها. وهو بيغسل جثة أبوه الملك سابقا لقى إن المية مهما كانت باردة كانت بتغلي بمجرد ما تلمس جسم الملك، وكأنها بتتحول لمية نار. وريحة جسمه كانت صعبة جدا، مفيش أي نوع من العطور أو المسك قدر إنه يداري ريحة الظلم اللي طالعة من مسامه. أما المفتي فاللي حصل في دفنه كان أغرب. وهم بيحاولوا ينزلوه القبر
الأرض كانت بتضيق عليه وبترفض تستقبله. الشاب شاف بعينه دخان أسود طالع من قبر المفتي، وسمع صرخة مكتومة خلت شعر راسه يشيب وهو لسه في عز شبابه. الناس اللي كانت بتهتف للملك في حياته كانت بتبص على القبور دي وهي مرعوبة، ومحدش فيهم تجرأ يقول الله يرحمه. الشاب وقف لوحده قدام القبرين وشاف النار وهي بتبدأ تخرج ببطء من فتحات قبر أبوه وكأنها بتناديه للحساب. أما قبر المفتي فكان بيطلع منه ريحة نتنة تخلي الطير يهرب من فوقه، وكأن الأرض بتتقيأ النفاق اللي جواه. الشاب سأل نفسه برعب: هو ده آخر العز؟ هو ده الملك اللي ذبحنا بسببه اليتامى وهدمنا بيوت الغلابة؟ حس ان القصر اللي وراه بقى عبارة عن كتلة من السواد، وان كل قطعة ذهب فيه هي جمرة من النار هتتحط على جسمه. الوزراء والحرس جم للشاب عشان يبيعوه بالملك وقالوا له: يا ملكنا الجديد، العرش مستني والمملكة تحت أمرك. الشاب بص لهم بنظرة احتقار وقال: أي ملك؟ ملك الجثث والريحة النتنة؟ ملك النار اللي شفتها بعيني في قبر والدي؟ رمى التاج من على راسه وقلع هدومه الحرير ولبس توب خشن من الصوف وقرر انه مش هيعيش لحظة واحدة في المكان ده. كان شايف ان بقائه في القصر معناه انه راضي عن اللي حصل وانه هيكون نسخة جديدة من ابوه الظالم، فقرر انه يهرب مش من المملكة، قرر انه يهرب من العالم كله ويدور على مكان يغسل فيه روحه من وساخة العز الحرام اللي كان عايشه. الناس كانت مذهولة ازاي شاب بيسيب ملك ملوش حدود ويمشي في الارض درويش ما بيملكش غير هدومه. بس الشاب كان شايف اللي هم مش شايفينه، كان شايف سلاسل من نار وهي بتلف حوالين رقبة أي حد بيقعد على العرش ده. خد معاه بس شوية مية وكسرة خبز وخرج من باب المملكة وهو بيبص وراه بصة أخيرة لمكان ضيع أهله. كانت الدموع مغرقة وشه، مش حزنا على فراق الملك لكن حزنا على الخاتمة السوداء اللي شافها بعينه الأقرب الناس ليه. اتجه ناحية جبل قاف، المكان اللي الأساطير بتقول إن اللي يدخله ما بيخرجش وإن اللي بيوصل وراه بيشوف ملكوت الله. كانت رحلته رحلة تطهير، كل خطوة بيمشيها كانت بتبعده عن الظلم وبتقربه من الندم الصادق. الشاب كان بيسمع في ودانه صرخات المظلومين اللي أبوه قتلهم، وكان بيحس إنه لازم يكفر عن ذنوب والده بدموعه. اللحظة دي كانت هي ميلاد الشاب العابد اللي ساب تيجان الذهب عشان يسكن جنب القبور ويطلب المغفرة. دي كانت الصدمة اللي خلت بلوقيا لما يشوفه يحس بهيبة مش موجودة عند أعظم ملوك الأرض. الشاب وصل للحقيقة المرة إن المفتي اللي بيجمل الحرام هو الشيطان اللي بيسوق صاحبه لحفرة النار. خرج الشاب من أبواب المملكة والتاج اللي كان المفروض بيلبسه سابه مرمي في التراب ومشى بقلب محروق وجسم مهدود من هول اللي شافه. بدأت رحلته الطويلة ناحية جبل قاف، الجبل اللي الناس كانت بتخاف تجيب سيرته لأنه المحيط بالعالم كله وكأنه سور سجن عظيم. مشى الشاب في الصحراء القاحلة والشمس كانت بتكوي جسمه اللي كان متعود على ظل القصور، بس نار الندم اللي جوه قلبه كانت أقوى بكتير. كان بيعدي على قرى مهجورة ويشوف آثار ظلم أبوه في كل مكان، بيت مهدوم وغيط محروق وأرملة بتبكي، فكان بيزود سرعته وهو بيدعي: يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصل لحدود جبل قاف، الجبل اللي لونه زمردي وبيلمع في الأفق، وبدأ يتسلق الصخور الوعرة وهو ما بيملكش غير يقينه في ان ربنا هيقبله. الرحلة جوه جبل قاف كانت اشبه بالدخول في برزخ بين الدنيا والآخرة. الجو كان بيتغير والصمت كان بيبقى له صوت يخوف الروح. شاف في طريقه عجائب ما بيوصفهاش عقل،
شاف كائنات بتسبح ربنا بلغات غريبة، وشاف أشجار بتطلع ثمار طعمها زي الشهد وريحتها زي المسك. بس الشاب ما كانش مهتم بالعجائب دي، هو كان بيدور على العزلة التامة، المكان اللي يقدر فيه يبكي من غير ما حد يشوفه ويقول عليه الملك المجنون. بعد شهور من المشي والتعب، الشاب عدى الناحية التانية من الجبل ولقى نفسه في أرض بيضاء كأنها فضة، هدوءها يخلع القلب من مكانه. هناك في المكان المقطوع ده لقى قبرين، واللي كان شافهم في الرؤية أو في كشف ربانية، وقرر إن ده هيكون مقامه الأخير. بنى لنفسه كوخ صغير من جريد الشجر، وقرر إن شغله الشاغل هيكون حراسة القبور دي، عشان تكون له درس يومي ما بيتنسيش. كان بيقضي ليله في الصلاة ونهاره في البكاء وهو باصص للقبرين، واحد بيغلي من تحته الأرض والتاني ريحته بتفكره بالخيانة والنفاق. الشاب كان بيحس إن وجوده هنا هو كفارة عن دموع المظلومين اللي شربوا المر في عهد أبوه، وكان بيعتبر نفسه رهينة للعدل الإلهي. الوحوش اللي كانت في المنطقة هناك بتمشي جنبه وهي هادية وكأنها حاسة بانكسار القلب اللي جواه، فكانت بتسيبه في حاله وتستغرب من حاله. كان بياكل من نباتات الأرض وبيشرب من مية المطر، وجسمه اللي كان مرفه بقى ناشف زي الحجر، ووشه بقى فيه نور غريب رغم الحزن. في العزلة دي الشاب بدأ يفهم إن الملك الحقيقي هو إنك تملك نفسك وتمنعها عن الهوى، مش إنك تملك رقاب الناس بالخوف. كان بيفتكر المفتي المنافق ويقول يا ويحه، كيف ضل وأضل، كيف استبدل جنة عرضها السماوات والأرض بكرسي تحت إيد ملك ظالم. الشاب بقى خبير في لغة الصمت، وبقى بيسمع تسبيح الحصى والرمل، وكأن ربنا فتح له بصيرته لما قفل عينه عن زينة الدنيا. كان بيقعد بين القبرين بالساعات ويكلم أبوه كأنه سمعه ويقول له يا والدي، هل أغنت عنك عساكرك؟ هل نفعك ذهبك؟ هل خلصتك فتاوى المفتي من غضب الجبار؟ العزلة دي ما كانتش هروب من المسؤولية، دي كانت مواجهة مع النفس وتطهير للنسل اللي هيجي من بعده من أي ذرة حرام. الرحلة ورا جبل قاف خلت الشاب يكتشف إن العالم أصغر بكتير مما نتخيل، إن الآخرة أقرب لينا من حبل الوريد. وفضل الشاب على الحال ده سنين لحد ما ملامحه اتغيرت وبقى زي خيال مآتة في وسط الصحراء البيضاء دي، بس قلبه كان حي أكتر من أي وقت فات. كان بينتظر إشارة من ربنا إنه راضي عنه، وكان بيحس بالراحة كل ما دمعة تنزل من عينه وتمسح جزء من سواد الماضي. لحد ما جه اليوم اللي بلوقيا وصل فيه للمكان ده وشاف المشهد اللي خلاه يقف مكانه مذهول ومش عارف ينطق بكلمة. الشاب كان هو الآية اللي ربنا حطها في طريق بلوقيا عشان يعرفوا إن العلم والملك والرحلات ملهمش قيمة لو ما كانش معاهم قلب سليم. توقف بلوقيا في مكانه والدهشة شلت حركته وهو بيبص للشاب اللي قاعد في هدوء مخيف بين القبرين، وكأن الزمن واقف عنده ما بيتحركش. الشاب ما رفعش عينه، كان مركز في الأرض ودموعه نازلة بانتظام وكأنها ساعة رملية بتعد سنين الوجع اللي عاشها في المكان ده. بلوقيا قرب بخطوات مرتعشة وسأل بصوت واطي، يا أيها الشاب، من أنت؟ وما الذي أتى بك إلى هذه الأرض التي لا تطئها قدم بشر؟ الشاب رفع عينه ببطء ونظرة عينيه كانت غامضة فيها حكمة الشيوخ وانكسار المظلومين، ورد بصوت هادي زي خرير الماء، أنا الهارب من النار إلى ظلها، أنا الذي رأى الحقيقة عارية فاعتزل الأوهام. بلوقيا بص للقبرين وسأل برعب، ولماذا تبكي بين هذين القبرين؟ وما بال أحدهما يخرج منه لهب والآخر يفوح منه نتن يزكم الأنوف. شاب وقف بوقار ملكي وشاور على القبر اللي بيغلي وقال، هذا قبر والدي. ملك الأرض فظن أنه
لا يقدر عليه أحد، فاستباح الدماء ونهب الأموال. ثم شاور على القبر الثاني وقال بمرارة شديدة: أما هذا فهو قبر المفتي الذي كان يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فيحلل لوالدي الظلم ويزينه له في توب الدين. الشاب حكى لبلقيا القصة كاملة، ازاي شاف النهاية السوداء للاتنين، وازاي قرر يسيب العرش عشان يؤدي دية والده من دموعه وصلاته. بلقيا سأله بذهول: أتركت ملكا عظيما لتسكن القبور وراء جبل قاف؟ ألم يكن بإمكانك أن تحكم بالعدل وتصلح ما أفسده أبوك؟ الشاب ابتسم ابتسامة حزينة ورد: يا بلقيا، القصر الذي بني بالدم لا يطهر إلا بالهجر، والكرسي الذي جلس عليه ظالم يبقى مسكونا بلعنات المظلومين. فخفت أن يغريني الملك كما أغرى والدي، وخفت أن أجد مفتيا يزين لي خطئي كما فعل مفتي أبي، فآثرت أن أكون عابدا في الخفاء على أن أكون ملكا في الشقاء. بلقيا حس إن الكلام ده لطمة على وش الطموح البشري، وفهم ان الشاب ده وصل لمرتبة من الزهد ما بيوصلهاش غير اللي شاف عذاب القبر بعينه. الشاب كمل رسالته وقال لبلقيا: يا رحالة، أبلغ من وراءك إن الملك لله وحده، وإن الفتوى أمانة تخزي صاحبها يوم القيامة لو خانها. أبلغهم أن الظالم مقتول بظلمه قبل سيف عدوه، وأن المنافق الذي يتاجر بالدين هو وقود النار الأول قبل الكفار والمجرمين. لقيا سأله: وهل ستظل هنا للأبد؟ الشاب رد بيقين: سأظل هنا حتى يأذن الله لي بالرحيل، أستغفر لوالد ضل، وأتعظ بمصير مفتي خان. اللقاء ده كان نقطة تحول في رحلة بلقيا، لأنه عرف إن السفر مش بس في الأرض، السفر الحقيقي هو اللي بيكون جوه النفس وتطهيرها. الشاب رجع قعد مكانه تاني وبدأ يسبح ودموعه نازلة وكأنه نسى وجود بلقيا تماما، ورجع لدنياه الخاصة اللي مليانة بالذكر والورع. بلقيا مشى وهو بيبص وراه بصة أخيرة، وشاف الشاب وهو بيتضاءل في الأفق وراء جبل قاف، كأنه منارة مهجورة بتهدي اللي تاهوا في بحر الدنيا. الريحة النتنة وقبر النار فضلوا ذكرى في عقل بلقيا. كل ما يحس بزهو أو قوة يفتكر مصير الملك والمفتي ويستعيذ بالله من الظلم والنفاق. الحكاية انتهت بأن الشاب فضل في مكانه، وبقى هو اللغز اللي بيحكيه بلقيا لكل ملك يقابله في طريقه عشان يحذره من بطانة السوء. وهنا يا كينج بنقفل الستار على قصة الشاب ابن الملك والقبور، القصة اللي بدأت بعرش وانتهت بقبر، وخلدت ذكرى شاب عرف إن النجاة في ترك الجاه. الظلم ناره بتحرق صاحبه قبل ضحيته. الظلم مش مجرد فعل بيعدي، ده دين لازم يتسدد. الملك اللي كان فاكر انه مخلد انتهى بيه الحال وقبره بيغلي نار، وده بيعلمنا ان القوة اللي مفيش وراها رحمة هي أسرع طريق للهلاك في الدنيا والآخرة. خطورة علماء السوء وبطانة النفاق أخطر من الظالم، لأنه هو اللي بيشرعن له الظلم. المفتي اللي باع دينه عشان يرضي السلطان كان مصيره ألعن من الملك. والدرس هنا إن الكلمة أمانة، واللي بيستخدم الدين عشان يبرر الباطل هو أول حطب جهنم. الحقيقة بتبان في لحظة الغرغرة. كل الأقنعة اللي بنلبسها قدام الناس بتقع في لحظة الموت. الملك والمفتي انكشفوا في غسلهم ودفنهم، والدرس هو انك لازم تعيش بالوجه اللي تحب انك تقابل بيه ربنا، لان الخواتيم هي اللي بتكشف معدن القلوب. الزهد الحقيقي هو ترك ما يضرك. ابن الملك ما سابش العز عشان هو ضعيف، هو سابه لما عرف ان التاج اللي ملوث بالدم هو قيد بيسحبه للنار. الزهد مش انك تملك لا شيء، الزهد هو ان لا شيء من حرام يملك قلبك ويتحكم في مصيرك. الورع في النسل بيغسل خطايا الاهل.
الشاب اللي اعتزل الدنيا ورا جبل قاف علمنا إن الابن الصالح هو طوق النجاة الأخير بدموعه وصلاته. كان بيحاول يخفف عن والده، والدرس إن طهارة الأبناء بتبدأ من رفضهم للمال الحرام اللي جمعه الآباء. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. القصة بتعلمنا إن السيطرة على رقاب الناس من غير مراقب داخلي بتعمل بصيرة. الملك والمفتي عملوا سيستم للظلم افتكروه هيحميهم، بس السيستم ده هو اللي خنقهم في الآخر وخلى ذكرهم عبرة للمعتبرين. السفر الحقيقي هو رحلة البحث عن الله. لوقيا لف العالم عشان يدور على المعجزات، بس لقى أعظم معجزة في قلب شاب زاهد. الدرس هنا إن المعرفة الحقيقية مش في الجغرافيا، المعرفة في إنك تكتشف إن الآخرة هي المقر والدنيا مجرد ممر لازم تعديه بقلب سليم. وبس كده. بشكرك إنك وصلت لغاية هنا، وعلى فكرة ممكن في التعليقات ترشح لي قصص وموضوعات حابب تعرف عنها. اتأكد إنك ضغطت لايك وفعلت الجرس عشان يوصلك إشعار بقصة جديدة. فيلم سيون قصة. أنا محمد سعد الله، وإلى اللقاء.